تعالوا نصلي بينا على النبي ويلا نبدأ. القصة بتاعتنا النهاردة بتبتدي ببنت جميلة اسمها يونا، عندها 19 سنة، عايشة مع أصحاب أبوها بعد ما عيلتها كلها ماتت وهي صغيرة. بتكون عايشة حياتها وهي مبسوطة وفرحانة، ما عندهاش أي مشاكل في حياتها غير مشكلة واحدة بس، وهي أخوها اللي بنعرف إن اسمه سون. بتصحى من النوم وبتلاقي سون نايم عندها في الأوضة، فبتضربه زي عوايدها وبتقول له روح أوضتك، ايه اللي جابك هنا؟ سون كمان بيرخم عليها وبيقول لها ابقي اشتكي لبابا وماما. بالفعل يونا بتتصل بيهم وبنعرف ان هما مسافرين اغلب الوقت عشان طبيعة شغلهم ما بينزلوش غير في الاجازات بس. يونا هي اللي بتعمل كل حاجة، بتطبخ لسون، بتغسل، هي اللي بتنظف، هي اللي بتعمل كل حاجة. بنعرف بعد كده ان سون اشطر واشهر طالب في المدرسة، محبوب من كل الناس. في يوم بتجيب يونا الاكل لسون وبتديهوله، فبيمثل سون ان الاكل مش عاجبه. اول ما بتمشي يونا بيبدأ ياكل الاكل وبنعرف ان هو كان عاجبه. بعدها بيروح المدرسة وبيكون سون عنده ماتش كرة سلة. يونا بتقعد وبتشجعه، بيكون كل زمايلها البنات عاوزين يكلموا سون، بس سون كطالب مشهور مش معبرهم خالص، فبيحاولوا يقربوا من يونا عشان تبقى صاحبتهم ويقابلوا سون عن طريقها. بنلاحظ بعد كده ان سون مبدع في الماتش وعمال يكسب الفريق اللي قصاده بكل احترافية، والكل عمال يهتف باسمه. واثناء ما كانوا قاعدين بنت جميلة بتدخل هي واصحابها. البنت دي بتكون مشهورة وكل الشباب بيعجبوا بيها. لما البنت دي بتشوف يونا وكلهم متجمعين حواليها كده بتتضايق، ما بتكونش عارفة السبب هما ليه متجمعين حوالين يونا. بتروح وبتتكلم مع يونا بطريقة وحشة، فبتفتكرها يونا من الناس اللي كان سون رفضها قبل كده، وعشان كده هي متضايقة وبتتكلم معاها بالطريقة دي. فالبنت بتتضايق وبتقول لها مين اخوكي ده اصلا عشان يرفضني؟ سون ساعتها بيخلص الماتش وبيشوف البنت دي وهي بتضايق اخته يونا، فبيروح ليونا وبيسألها مين اللي ضايقك. اما البنت بتعرف ان سون يبقى هو اخو يونا ما كانتش عارفة تقول ايه وبتتأسف وبتمشي. في نفس الوقت بنلاحظ ان كان في واحد في المدرسة بيصور وبيشوفهم هما واقفين مع بعض، فبيصورهم. واول ما بيشوف يونا بيفتكر حاجة، وهو ان اول يوم له في المدرسة كان تعبان وبيقعد عشان ياخد العلاج بتاعه. ساعتها يونا بتشوفه وهو قاعد ومش قادر ياخد نفسه، بتروح علشان تساعده، بيعرفها ان هو شويه كده وهيبقى كويس. ساعتها يونا بتطلع الاكل اللي كان معاها وبتديهوله وبتقوله كل الاكل ده كله وبعدها انت هتبقى كويس، ده انا عامله بايدي. بيفرح ساعتها وبيشكرها على اهتمامها، ومن ساعتها بقى يا سيدي هو ما شافش لا قبلها ولا بعدها. بيجي بعد كده عشان يصورهم تاني بيلاقيهم مشوا. بعدها بتروح يونا الفصل بتاعها وبنلاقي ان الاستاذ اصلا كان قرب يخلص المحاضره بتاعته، بس الاستاذ ما بيرضاش يحرجها وبيدخلها عادي. بعد ما كله بيروح لها الاستاذ وبيتكلم معاها وبيقول لها يا يونا انت في اخر سنه ليكي، بعدها المفروض هتروحي الجامعه، انا مش عاوز منك اي حاجه، عاوزك بس انت تحددي اهدافك وتذاكري عشان توصلي للي انت عايزاه وما تضيعيش تعب اهلك ومصاريفهم عليكي. فبتتأثر يونا بكلام الأستاذ بتاعها وبتوعده إن هي من هنا ورايح هتذاكر كل اللي عليها، وإن هي هتبقى بعد كده تروح الفصل بدري ومش هتفوت أي حاجة بعد كده. بتفضل يونا قاعدة في الفصل، قاعدة بتذاكر عشان تحاول تعوض اللي فاتها. سون بيقلق عليها وبيكلمها، فبتقوله إنها بتذاكر ومش هترجع الوقت خالص. ما بيعديش وقت طويل وبنلاقي بعد كده إن سون راح عندها وجاب لها أكل، فبتفرح يونا جدا وبتشكره، فبيقول لها سون إن هو هيساعدها. ولما بيخلصوا بياخدها على العجلة وبيروحوا، بيجيب لها كمان شوية كتب وملخصات وبيديهم لها. أول ما بتشوفهم يونا بتكون فرحانة وبتحضنه، بيطلع إن هو كان عارف كل الحصص اللي فاتتها وكمان كان ملخصهم عشانها. تاني يوم بيروحوا المدرسة وبيدخلوا الفصل بتاعهم وبيقعدوا في مكانهم. بيدخل عليهم الطالب الجديد وهو نفسه بيطلع اللي يونا ساعدته قبل كده، بيعرفهم بنفسه وبيقول لهم إن اسمه لوك. بيدخل بعد كده بيقعد مكانه. بعدها بتدخل بنت تانية وهي لانا، وبتكون في نفس الفصل بتاعهم وبتعرفهم بنفسها هي كمان. وقبل ما بتدخل بيعرفهم الأستاذ إن هم هيغيروا الأماكن بتاعتهم، بدل ما كانوا قاعدين أبجدي كل واحد يقعد مع اللي هو عايز يقعد معاه. كل الطلبة بتفرح وخاصة يونا لأنها أخيرا هتقوم من جنب سون وهتقعد جنب حد تاني. بيطلعوا برا وكل واحد بياخد صاحبه اللي هيقعد جنبه وبيدخلوا تاني. لانا بتلاحظ إن سون داخل لوحده فبتدخل وراه عشان تقعد جنبه. أما يونا فشافت لوك وقالت له يقعد جنبها، وفعلا بيدخلوا وكل واحد بيقعد في مكانه. لوك كان اتأخر شوية فبيروح واحد تاني عشان يقعد جنب يونا، ولكن سون بيبصله بصة كده بتخليه يسيب يونا ويمشي، وده لأنه ما بيحبش حد يقرب منها في وجوده. بعدها بيدخل لوك وبيقعد جنبها. بعدها بيجي الأستاذ اللي عليهم وبيعرفهم إن عندهم امتحان النهاردة وإن درجاته هتساعدهم علشان يدخلوا الجامعة. بيبدأ يوزع عليهم الورق والكل بيبدأ يجاوب، ويونا بتكون متوترة وخايفة جدا.
فبيطمنها لوك وبيقول لها ما تقلقش، تخلي عندها ثقة في نفسها شوية، ويقول لها حل اللي انت عارفاه ولسه في فرص كتير قدامنا. فبتقتنع يونا بكلامه وفعلا بتبدأ تحل، وأول ما بتشوف الأسئلة بتكون فرحانة، وده لأن معظمها جت من الأسئلة اللي كان سون ملخصها لها. فبتبدأ يونا تجاوب وبتحل، والدنيا زي العسل خالص. كالعادة طبعا أول طالب بيخلص هو سون، بيسلم ورقته وبيطلب منه الأستاذ إن هو يلم باقي الورق. بعد كده يونا ولوك بيخرجوا وبيتكلموا مع بعض. بتكون يونا فرحانة جدا لأنها أول مرة تحس إنها هتنجح في امتحان. لوك بيقول لها طالما كده بقى فانت تيجي تاكلي معايا، لكن سون بيبعت لها رسالة وبيقول لها تعالي البيت أنا جعان. فبتروح فعلا وبتتفاجئ بأبوها وأمها في البيت، فبتحضنهم وبتسلم عليهم وبتكون فرحانة خالص إن هما رجعوا وأخيرا هيقعدوا مع بعض. بيبدأوا ياكلوا وبيفضلوا يتكلموا. بتسيبهم يونا وبتقوم تجيب دفتر الملاحظات بتاعتها، بتكون مسجلة فيها كل مرة سون ضايقها فيها بالتواريخ كمان، وبتعرفهم لباباها ومامتها. فالأب بيزعل منه وبيقوله يخلي باله من يونا أكتر. وبعد ما بيخلصوا بيطلب الأب من سون إن هو يكلمه، وأول لما بيقعدوا مع بعض بيتكلم الأب وبيقوله أنت لازم تخلي بالك مليون مرة أكتر من كده من يونا، علشان درجاتها كل مدى بتبقى أوحش، ودي آخر سنة ليها ولازم تجيب درجات حلوة عشان تدخل الجامعة، وإن هي لو ما جابتش درجات هتعيد السنة. بنروح بعد كده للوك اللي بيحكي ليونا إن الدكتور قاله إن حالته متأخرة ومحدش هيعرف يعالجه، واحتمال لو جاتله نوبة تاني في أي وقت فهم هيودعوه. يونا ساعتها بتتأثر من كلامه وبتفهم سبب تعبه، فبتتأسف له، وساعتها بتقوله إن حلمها هيبقى إن هي تبقى دكتورة شاطرة عشان تعالجه، وإنها تشتغل على حلمها من النهاردة، ولو مش عشان نفسها فهيبقى علشان تعالج مين؟ لوك. بعدها بتروح وبتمسك ورقة وقلم وبتفضل تقعد لوحدها تعيط، وبتكون زعلانة خالص لأن باقي زمايلها هيكملوا وهيدخلوا كليات عالية إلا هي، وإنها بالرغم من كل اللي عملته برضه معرفتش تنجح. بيروح سون يقعد جنبها وبيفضل يهديها وبيكون زعلان عليها. تاني يوم بيروح للمدرسة، وأول لما الأستاذ بيدخل بيتكلم معاه سون وبيقوله إن في مشكلة في التصحيح بتاع الورقة بتاعت يون، وإنها المفروض تكون جايبة درجات أعلى من اللي هي جابتها. فالأستاذ بيقوله إزاي؟ فياسون بيرد عليه ويقوله إن هو راجع الإجابات بتاعتها امبارح ولقى إن هي كانت مجاوبة على سؤالين صح وما أخدتش الدرجة بتاعتهم. فالأستاذ بيقوله وأنا أعرف منين إن هي ما كتبتهمش لما روحت البيت؟ فسون بيقوله لو مش مصدقني خليها تعيد الامتحان قدامك، والدرجة اللي يونا هتجيبها المرة دي هتبقى هي درجتها الحقيقية. فعلا بيوافق الأستاذ وبيجهز لها امتحان تاني في نفس مستوى الامتحان اللي فات، وبيقول لها يا يونا موافقة انك تاخدي الامتحان تاني؟ فيونا بتكون خايفة ان هي تتحرج تاني زي ما حصل معاها، بس هي بتوافق في الاخر ان هي تخش تمتحن تاني. فعلا بتخش تمتحن تاني وبيكون الاستاذ قاعد جنبها، وبعد ما بتخلص بيدخلوا هما التلاتة الفصل. فالاستاذ بيقول لهم ان هو فعلا غلطان وان هو مركز وهو بيصحح ورقتها في الاول، وهي امتحنت تاني وجابت درجة عالية. الكل بينبهر بينها، وبعد ما بيخلصوا بيطلع سون واخته علشان يروح البيت. بتقف تتكلم معاه وبتشكره على اللي عمله معاها، فبيقول لها سون انت عبيطة، ده انت اختي، انا عمري ما هسمح ان حد يتريق عليكي او يضايقك، ده غير ان انت ذكيه من زمان وانا اللي كنت فاكر انك غبيه. وبيطلب منها ان هي تركز في مذاكرتها عشان الامتحان الجاي، وان هي تركز في مستقبلها عشان تدخل الكليه اللي هي عايزاها. فبتقتنع يونا بكلامه وبتقوله تمام، وبينتهي اليوم على كده. تاني يوم بنلاقي ان سون رجع لرخامته على يونا من تاني. بيلاقيها ماشيه متاخره على المدرسه وهو بيكون راكب العجله، بيعدي من قدامها وبيقول لها بعد كده بيصحى بدري علشان تروحي المدرسه بدري، وبعدين بيسيبها ويمشي. فيونا بتضطر تمشي للمدرسة. لما بتدخل بقى بيقعدوا يمتحنوا امتحان تعبير كده، بس الأستاذ بتاعها بيروح ليونا وبيوقفها وبيقول لها مش هتبطلي الإهمال بتاعك ده ولا إيه؟ فيونا بتقف محروجة قدام الفصل كله، بتبقى مش عارفة تقول إيه. ساعتها لوك بيقرر إن هو يتدخل وبيقول للأستاذ بتاعهم إن هو هيبقى المشرف على واجباتها بعد كده، يا ريت ما يوترهاش دلوقتي ويسيبهم يكملوا الامتحان. بعد ما بيخلصوا الامتحان بيقعد معاها لوك عشان يذاكر لها، بيفضل معاها طول اليوم بيذاكر ويساعدها في اي حاجه تقف قصادها. في اليوم ده كان يونا عندها درس تربيه بدنيه، وفي الوقت ده ما كانتش اكلت خالص وبان عليها التعب، واثناء ما كانت بتجري بتقع على الارض وماسكه بطنها. على طول بتروح لنا وبتنده على مين؟ على سون. فبيترعب عليها خالص وبيروح علشان يشوف مالها وبيشيلها وبيروح لعياده المدرسه. لما بتفوق بتقول له الممرضه ان اختك مهمله وما كلتش حاجه من زمان، خلي بالك منها بعد كده. فبيقول لها سون تمام. بعدها بتروح يونا للوكا عشان يكملوا مذاكرتهم. في الاتجاه التاني بنلاقي ان سون بيبقى متضايق خالص، وده لان يونا ولوك بيقربوا من بعض اكتر،
وما عادتش قريبة منه زي الأول. هما بيذاكروا فين وبيروح لهم هناك، وبيكون جايب معاه لانا بحجة إن هو هيذاكر لها يعني. كان كل شوية لما يونا تسأل لوك عن حاجة يفضل هو يجاوبها، فبتكون يونا متضايقة منه جدا، وبيفضل سون على الحال ده، فبتتعصب عليه يونا. وساعتها سون بياخدها وبيقول لها كفاية كده عشان نروح. أول ما بيوصلوا بتقول له يونا ليه كده، هو أنا عملت لك إيه؟ فبيرد عليها سون ويقول لها إن كل اللي لوك بيقوله لها هو هيساعدها فيه. يونا ساعتها بتكون متعصبة وبتقوله بس أنا مش عايزاك تساعدني، لوك بيساعدني وما طلبش أي حاجة مني، وكمان طيب وبيعاملني بحنية مش برخامة زيك. سون أول ما بيلاقي إن هو مش هيعرف يرد عليها بيمسك بطنه وبيفضل يقول إن هو تعبان وإنه ما أكلش حاجة من زمان. وطبعا يونا عشان احنا عارفين إن هي طيبة بتصدقه وبتقوم تعمل له الأكل. بالليل بيدخل سون أوضة يونا وبيلاقيها بتمشي وهي نايمة. ده بقى بيفسر لنا هو كان ليه بينام في أوضتها، وما بتكونش يونا عارفة أي حاجة عن مرضها. كل ده وسون بيستحمل عصبيتها كل يوم وما بيرضاش يزعلها. عجبتني الحتة دي فيه بصراحة. تاني يوم في المدرسة بتقعد يونا تذاكر مع لوك زي العادة، فمن باب التشجيع لوك بيقول لها انت اتحسنتي خالص يا يونا، شكلك هتجيبي درجات اعلى مني ولا ايه؟ اما بقى عند سون فكان الاستاذ بيتكلم معاه عن حاجة كده، وان هو جاتله منحة في اشهر واحسن جامعة، لا وكمان هيدرس التخصص اللي هيحبه، وبيقول له يذاكر كويس ويخلص امتحانات عشان يقدم فيها. لكن رد سون بيصدم الاستاذ بتاعه وبيقول له ان هو مش هيروح، وان هو مش ناوي يقدم على اي حاجة تبعده عن عيلته. بيكون سون عمل كده علشان يفضل جنب يونا، وانه هيخش معاها الجامعة اللي هي هتخشها وما يبعدش عنها. بعدها بيكونوا قاعدين في الفصل، فبيجي واحد ليونا بيقول لها ان في حفل مواهب في المدرسة، عايزة تقدمي ولا لا؟ المهم بيقول لها ان انت شكلك مش حلو فما تقدميش في الغناء او في الرقص. بيكون سون قاعد وبيسمع وهو بيقول لها كده، فبيروح عندهم وبيبص للولد بصت اللي هو ايه، امشي من هنا احسن لك. لما بيمشي بيتكلم سون مع اخته وبيقول لها مش معنى ان انا بتنمر عليكي تسيبي اللي رايح واللي جاي يتكلم معاكي كده، انا مش هقولك للمره المليون محدش يقدر يتنمر عليكي غيري. هي بتكون فرحانه من اللي سون عمله وان هو دافع عنها. بعدها بياخدها سون وبيقعدوا ياكلوا وبيكون معاهم شياو. شياو ده صاحب سون، وبنعرف ان يونا معجبه بيه وبتتكلم معاه وبتسأله إذا كان هيقدم في الحفلة بتاعة المدرسة ولا لأ. فبيقول لها إن هو هيقدم بس مش عارف لسه المجال اللي هيدخله إيه. بيقترح عليها هي كمان تقدم وإن هو واثق إن هي هتنجح في اللي بتعمله. ساعتها بتسمع يونا الكلام ده وبتفرح وبتقرر إن هي لازم تقدم. أول لما بتروح البيت بتبدأ تغني، ولكن استغفر الله العظيم يا رب صوتها كان يعني مش قادرة أقول لكم. فسون بيخش عليها وبيقول لها صوتك ده ولا صوت الخنفسة، وده اللي احنا بنسميه بينا وبين بعض طحن الخواطر. ما بتسكتش يونا وبنشوف ان هي بدأت تتعلم الرسم، فبيشوف سون رسمها وبيقول لها انت ما ترسميش تاني خالص. بتكون متضايقة منه ومش طايقاه. بعدها بتروح المدرسة وبتروح حمامات البنات وبتفضل تشوف اي موهبة هي ممكن تعرف تعملها. بتشوفها لنا وبتسألها ايه اللي مخليها تتدرب في الحمام، فبترد عليها يونا وبتقول لها اصل ده المكان الوحيد اللي سون مش هيعرف يدخله، وهتعمل اللي هي عايزاه براحتها. تقترح عليها لنا ساعتها ان هم يعملوا فرقة ويقدموا للحفل سوا. فبتسألها يونا هم هيقدموا ايه وهم اصلا مش نافعين في حاجة. فبترد عليها لنا وبتقول لها احنا هنطلع نقول كلمة للجمهور ودي حاجة سهلة، هنحط شوية موسيقى كده وهنخرب الدنيا وكده الفرقة بتاعتنا يعني اللهم صل على النبي. بتقول لها يونا بس هنقول كلمة واحدة بس مش اكتر. فبتضحك لنا عليها. بعدها بنشوف يونا بتروح للأستاذ عشان تقدم في الحفل، فالأستاذ بيقول لها انت درجاتك وحشة ولو قدمتي في الحفلة مش هتعرفي تذاكري ودرجاتك هتبقى أوحش. فبتزعل يونا من الكلام بتاع الأستاذ خالص. ساعتها سون بيتدخل وبيقول للأستاذ ما تقلقش أنا هخليها تتدرب في وقت الفراغ بتاعها بس. فبيقبل الأستاذ طلبها. بعدها بيروح سون ويقعد مع لانا عشان يسألها هم هيقدموا ايه بالظبط، وإن هو مش عايز لانا تتحرج قدام الكل أو أي حاجة تأثر على نفسيتها. فبتقول له لانا إنها هتاخد بالها وإنه ما يقلقش عليها. أثناء ما كانوا قاعدين بطن سون بتوجعه هو ما بيكونش قادر يتحرك، فلانا بتقلق عليه خالص وبتسنده لحد ما بيوصل البيت. يونا أول ما بتشوفه في الحالة دي بتترعب وبتكون قلقانة عليه. بتنيمه وبتروح تجيب له العلاج وبتديهوله، وكمان بتلاحظ ان حرارته عالية فبتفضل سهرانة جنبه طول الليل تعمل له كمادات. لما سون بيصحى بيلاقيها نايمة جنبه من كتر التعب وهي بتعالجه، فبيكون سون فرحان خالص. وبعدها بتروح تلبس يونا علشان تروح تتدرب على الحفل، ولكن سون بيكون لسه تعبان فبتقعد وبتفضل في البيت عشان تطبخ له وتاخد بالها منه. بالليل بتجيلها لانا عشان تطمن عليها وبالمره يعني يشوفوا هيعملوا ايه في الحفله بتاعتهم. بيكون سون خف وقاعد بيلعب على البلاي ستيشن والدنيا تمام. بيقعدوا يتكلموا مع بعض عن الحفله، فبتسالها لانا عن ايه اللي خلاها تقدم بالرغم من ان هي كانت رافضه في الاول. فبتقول لها ان هي عايزه تبان نجمه عشان تلفت انتباه شياو ويعجب بيها.
بعدها تاني يوم بيروحوا للمكان اللي هيتدربوا فيه في المدرسة. لانا بتخبط في بنت كده وهي ماشية، وبيكون اسم البنت دي سونا، ويونا بتروح تتأسف لها ولكن بتتعامل معاها بطريقة وحشة جدا زي ما تكون مقروفة منها. لانا بتتعصب من طريقتها جدا، ولكن بعد كده بنتفاجئ بشياو وهو جاي بينده عليها. نعرف بقى ان دي تبقى حبيبته الجديدة. يونا بتتصدم ولكن ما بتكونش عارفة هي مين بالنسبة له، فبيسيبوهم وبيمشوا. بنلاقي ان سونا بتاخد شياو وبتروح وراهم وبتنده على يونا، بتقول لها انت اخت سون مش كده؟ بس الفرق ما بينكم باين جدا، وسمعت انك مقدمة على الحفل، بنصحك ما تقدميش واقعدي احفظي لك كلمتين احسن لك. دخل عليهم سون وبيقول لها واحدة زيك ما اسمحلهاش تتكلم مع اختي بالطريقة دي، ولا عشان شايفاها احسن منك يعني بتتعاملي معاها كده، ولا يمكن كنتي من ضمن المعجبين بتوعي وانا رفضتك ولا حاجة؟ ساعتها سونا بتتحرق وما بتعرفش ترد عليه، فبتسيبهم وبتمشي. وبعد ما بيمشي بيقول ليونا انا جيت هنا عشان اشجعك، خد الحبوب دي هتخلي صوتك يستحمل التدريب وامشي يلا. يونا ساعتها بتكون في قمة السعادة والحماس، عندها عيلة خالص. بتروح تكمل التدريب هي ولانا، وبان ان هم اتطوروا وبقوا جامدين حبتين يعني. اما بالنسبة لسون لما بيروح بيكون لسه تعبان وبطنه وجعاه، والظاهر ان هو كان شغال على حاجة كده في غياب يونا. واول لما بترجع البيت بتجيب الاكل وبتروح تديهوله، لكن بيكون نايم من التعب، فما بتقدرش تصحيه وبتسيبه لما يصحى براحته. لكنها بتلاحظ اوراق كتير على مكتبه، بتروح تشوف ايه ده كله، واول لما بتشوفهم بتكون فرحانه جدا. وبيطلع ان سون فضل سهران طول الليل عشان يعمل ليونا التلخيصات، لا وكمان مقسم كل جزئيه عشان يساعدها. بالليل بتكون يونا قاعدة مبسوطة وبتقرا النص اللي هتقوله في الحفلة، ولكن بتفتكر ان لوك ما جاش المدرسة بقاله كام يوم، فبتتصل بيه عشان تطمن. فبيرد عليها ابو لوك وبيقول لها ان لوك دخل الانعاش ومش عارفين اذا كان هيفوق ولا لا. يونا بتترعب خالص وبتروح تلبس عشان تروح له المستشفى، بس سون بيبقى مش موافق علشان الدنيا ليل، فبتقول له يونا حتى لو ايه هروح له، هو الوحيد اللي واقف جنبي وكان بيساعدني وكان بيشجعني، انا هروح له ومش همشي الا لما يفوق. ساعتها سون بيقول لها تمام، وبيروح يجيب العجلة عشان يوصلها. بنلاحظ ان هو لسه فردة الشبشب بتاعته من كتر ما كان مستعجل. بيوصلوا للمستشفى ويونا بتسأل على مكان أوضة لوك، بتروح عشان تشوفه، فبتلاقي أبو لوك قاعد جنبه. فبيقول لها أبو لوك أتوقع انتي يونا مش كده؟ فبتقول له انت عرفت منين؟ فبيقول لها ان لوك من ساعة ما دخل الغيبوبة مش بيجيب في سيرة حد غير خالص. بتروح بعدها يونا تبص عليه من الشباك، وبيكون حالته صعبانة على يونا، بتفضل تعيط وصعبان عليها لوك والحالة اللي وصل لها، وبتقول هو ليه أي حاجة بحبها مش بتكمل. بيروح لها سون وبيكون جايب لها أكل، ولكنها بتقول له مش جعانة وإن هي مش هتاكل لحد ما تشوف لوك بيفوق من الغيبوبة. بعدها بشوية بتشوف لوك بيفتح عينه، بيروح سون ينده للدكاترة ويونا بتدخل تقعد معاه. بيفرح لوك لما بيلاقي إن يونا أول واحدة شافها، فبتقول له يونا انا قلت لك استنى لما ابقى دكتوره الاول وعالجك، انت ليه ما بتوفيش بوعدك؟ فبيقول لها لوك ان هو هيتحسن ومش هتحصل كده تاني، وهيستنى لما تبقى احسن دكتور عشان تعالجه. بيفضلوا يضحكوا، وبعدها بيجي سون هو كمان وبيطمن على حالته وبيديله الاكل، وبيقول له اتمنى تبقى بحاله كويسه. وفي الطريق بتكون يونا فرحانه لان اخوها كل يوم بيفرحها اكتر وبيخاف عليها اكتر واكتر. بعدها بتركز يونا على الحفل، وبتفضل يونا تتدرب في كل مكان لحد لما بيجي يوم الحفله. بتصحى بدري وبتلبس بدله وبتكون هتروح بيها، لكن سون بيقول لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، البسي لبس المدرسه واقلعي الهدوم دي. بتكون يونا متضايقه منه وبتسيبه وبتمشي، وبتروح الحفله فعلا بالزي المدرسي، وكل الطلبه بيكونوا لابسين دريسات وحاجات شيك كده ما عدا هي. ساعتها بيدخل المشرف على الحفله وبيقول لهم ان النهارده الذكرى السنويه للمدرسه، عشان كده احنا عاملين الحفل ده وممنوع اي عرض يتقدم الا بالزي المدرسي. ساعتها يونا بتفهم كل حاجه، وبتفهم ان سون كان بيحميها مش اكتر، كلهم غيروا اللبس للبس زيها. وبعدها بيقفوا بعد كده وبيستعدوا علشان يدخلوا ويقدموا العرض بتاعهم. بيجي سون وبيهديهم وبيشجعهم، لكن يونا بتتفاجئ انها ضيعت الورقه بتاعه النص اللي هتقوله. بيقول لها ركزي طيب وقولي لي هو فين وانا هجيبهولك. فبتفتكر ان هي سابته في الاوضه جوه، فبيروح سون ويجيبه لها، ولكن الاستاذ بيجي وبينده عليهم وبيقول لهم انتوا اتاخرتوا ليه، يلا عشان العرض بتاعكم. طلعوا فعلا، وبتقف يونا مرعوبه ومش عارفه هتقول ايه. لانا بتطلع الورقه بتاعتها وبتبدأ تقرأ الجزء بتاعها بكل سهولة. سون بيكون لقى الورقة وبيروح لهم، بس خلاص طلعوا على المسرح. أما يونا كانت بتفكر في اللي هي كانت كاتباه علشان تقوله، والكل بدأ يضحك عليها لحد لما بتجمع شجاعتها وبتقول قصة من دماغها وحاجات عدت بيها قبل كده. سون بيلاقيها مبدعة، فبيطلع التليفون بتاعه وبيصورها. الجمهور ساعتها بيتشد ليها، وأول لما بتخلص
بيسقفوا لها كلهم. بعدها بتروح يونا للأستاذ عشان تجيب درجات امتحان الفصول بتاع المرة اللي فاتت، وبتكون عارفة انها سقطت وده عشان ما كانتش بتذاكر. تاخد ورقة النتيجة وبتمشي بتقعد في البيت، وبيجي لها سون عشان يخفف عنها ويرخم عليها شوية، بس هي بتطلعه بره ما بتكونش طايقاه المرة دي. بعدها بتفتح ورقة النتيجة وبتشوف الدرجات بتاعتها. سون بقى بره كان بيسمع مسلسل، فبتسمعه بيقول انت فاشل ما بتعرفش تعمل اي حاجة، فبتفكره بيقول عليها وبتفضل تشتم فيه. تاني يوم بيروحوا للمدرسة وبيقابلوا شياو، وبيحيي يونا على تقديم العرض بتاعها. فبتفرح يونا لان ده الهدف الاساسي من اللي هي عملته كله، ان هو خد باله منها. واثناء ما كانوا واقفين بيعدي عليهم مجموعة بنات وبيشتموها وهما ماشيين وبيقولوا عليها فاشلة. ساعتها لانا بتتعصب وبتاخد يونا وبتروح لهم بتقول لهم الظاهر انكم غيرانين منها عشان هي احسن منكم والعرض بتاعها عجب الناس. اما بالنسبه لدرجاتها فبتبص ليونا وبتقول لها وريهم كده. فبتهمس لها يونا وبتقول لها ما تتحمسيش قوي كده انا سقطت. فبتقول لها طب يلا بينا عشان نوريكم بعدين. ولما بيروحوا البيت بيقعد سون معاها وبيتكلم وبيقول لها لازم تشجعي نفسك وتعملي المستحيل عشان توصلي لحلمك. فبتقول له ده مستحيل ان انا ابقى شاطره زي ما انت ما بتعرفش تطبخ، انا كمان ما بعرفش اجيب درجات عاليه وهفضل بغبائي ده. فبيقول لها سون انا هثبت لك ان مفيش حاجه صعبه. دخل سون المطبخ وبيتحمس وبيجيب وصفه من على النت وبيبدا يعملها. وبعد ما بيخلص الاكل وبيروح يديهولها لكنها بتكون ماشيه وبتقول له انها مش جعانه. ولما بتمشي بيدوق هو بالاكل وبيقول الحمد لله انها ما رضتش تاكل، بيرمي الاكل في الزباله. بتكون يونا راحت عشان تقابل لوك في المستشفى وبتقعد مع لوك. بيكون باين ان هو اتحسن. يقول لها لوك عندي خبرين، واحد حلو والتاني وحش، حابه ابدا بانه. فراحت بتقول له ابدا بالحلو. بيقول لها ان في دكتور في الولايات المتحده هيعرف يعالج حالته. قالت له طب ما تروح وتعالج وبعدين ارجع لنا بالسلامه. بيقول لها ما ده بقى الخبر الوحش، انا ماشي بكره وهسافر ومش هشوفك تاني، بس ما تقلقيش هبرن عليكي فيديو كول كل يوم. فبيقول لها على فكره اللي انت قلتيه في الحفله حفزني واداني حافز ان اكمل. فبتقول له هو انت شفت الحفله فين اصلا؟ وبيطلع ان سون صورها وبعتها له عشان يحفزه. وبعد ما بتروح يونا البيت بتقعد مع سون وبتشكره، وده لانه مهتم بابسط الحاجات وبيفرحها دايما. بعدها بتدخل اوضتها وبتفضل تفكر هتجيب له هديه عشان تودعه. بتلاقي ان الحاجه اللي بيحبها هي السبوره الالكترونيه وبيكون سعرها غالي خالص. فبتتصدم من السعر لانها مش معاها حتى نص المبلغ ولا هتقدر تجيبها له. تاني يوم لانا بتشوفها وهي ماشيه بتفكر وبتروح لها وبتقول لها انت لسه بتفكري في الهديه؟ ما تقلقيش يا سيدي انا هتيجي فلوسها. بس يونا ما بتكونش عايزه تاخد منها حاجه. واثناء لما كانوا واقفين بيعدي عليهم راجل بيديهم اعلان شغل وانها هتروح استوديو وتفضل قاعده مش اكتر بس كده، وهيدوكي على كل 4 ساعات نص مبلغ الهديه اللي هي عايزاها. فبتقول للانا ان هي هتروح الشغل ده، ولكن لانا بتقول لها ان الشغل ده اكيد في حاجه مش تمام وان استحاله حد يقدم شغل زي ده بالسعر ده الا ان كانوا ناس هيخطفوها. ولكن يونا ما بتسمع لهاش وبتروح البيت وبتاخد شنطتها وبتقول لسون انها هتروح تراجع مع لانا شويه. وبتروح للاستوديو فعلا وبتكون مرعوبه من الراجل لانه بيفضل يعرض عليها تشرب حاجات، ولكنها بتكون قلقانه وبترفض لحد لما بتفضل هناك 8 ساعات وتروح عشان تاخد فلوسها. فبيديها الراجل الفلوس ولكنه بدأ يعرض عليها حاجات كتيره كده وبيقول لها تعالى اوريك الاستوديو اللي فوق. فبتقول له لا فوق كده لنفسك كده انا همشي، وبتسيبه وبتمشي. في الناحية التانية كان سون بدأ يقلق عليها فبيتصل بلانا وبيسألها. فبتقول له انها ما جاتش عندها اصلا بس هي عارفة هي راحت فين. فبتحكي له كل حاجة وبيروح سون ولانا يدوروا عليها. فبيوصل سون للمكان بتاع الاستوديو ولكنه مش بيلاقيها، وكمان بيلاقي الميدالية بتاعتها واقعة قدام الباب. فبيتفرق سون ولانا وبيبدأوا يدوروا عليها هما الاتنين وبيسألوا عليها في كل مكان ولكن مفيش فايدة. اما يونا بتكون راكبة تاكسي عشان يوصلها للبيت وبتكون اغمى عليها اول لما ركبت عشان هي عندها فوبيا من العربيات من صغرها. واول لما بتفوق بتبعت الموقع بتاعها لسون عشان ياخدها. بيروح فعلا ياخدها وبيكون قلقان عليها خالص وبيوصلوا للبيت وبيفضل يهديها ولكنها كانت تعبانه وبتقول له ان هي عايزه تفضل لوحدها شويه. فبيسيبها سون وبيمشي. تاني يوم لما بتصحى بتلاقي سون قاعد جنبها فبتقول له انا اسفه انا مش هكرر اللي انا عملته ده تاني. فبيقول لها طب خلاص كويس ان انت عارفه انك غلطتي. وبتعدي الأيام والليالي لحد ما بينتهي الفصل الدراسي وبتظهر النتيجة وبيروح عشان يشوفوا النتيجة بتاعتهم. طبعا بتلاقي ان سون طلع الأول على المدرسة وبيجيله منحة من كل الجامعات. أما يونا فبتكون درجاتها اتحسنت وجابت مجموع كويس. بتقعد جنب أخوها وبتقوله ما تزعلش انت هتروح بعيد بقى عشان المنحة اللي جايالك، وبتكون في قمة السعادة ان هو هيبعد عنها أصلا وهتعرف تاخد راحتها أخيرا. بعدها بيروحوا البيت وبيعمل لهم العيلة الواجب وزيادة وبيكونوا فرحانين بنجاحهم وبيقولوا ليونا ذاكري بقى عشان اختبارات القبول في كلية الطب هتبتدي بعد شوية، وبالشكل ده حلمها هيتحقق. وبالفعل يجي يوم الامتحان وكل الأهالي بيتجمعوا عشان يطمنوا على أولادهم وبيبدأ الاختبار.
وبيخلص وبتطلع النتيجة كمان في نفس اليوم، وبيكون يونا جالها القبول من الكلية وبيكون حلمها هيتحقق. سون كمان بيجيله منحة ما بتجيش غير لطالب واحد كل سنة، الكل اتوقع انه خلاص هيدخلها. تاني يوم بتاخده يونا معاها علشان يقدم لها ويوصلها للسكن عشان يبقى عارف مكانها. بيوصلوا هناك وبيقفوا في الطابور عشان يدخلوا، بيكون كل واحد هناك بيكتب اسمه، وبيكون في واحد كده اسمه مارو واقف مع زمايله وبيقول لهم انا حاسس ان هلاقي حب حياتي النهارده. بيعيب على اصحابه بيقولوا له حب حياتك انت اصلا مش عارف تلاقي حاجه تاكلها، واترفضت من مليون بنت حبيتها قبل كده، ابوس ايدك يا ابني ما تحسش تاني. المهم لما بيجي ميعاد يونا في الطابور بتقدم اوراقها وبتكتب اسمها في كليه الطب، وبيلاقوا سون واقف فبيسالوه وانت جميل بقى تخصصك ايه؟ فبتقول لهم يونا لا ده اخويا جاي معايا بس عشان يوصلني. فبيطلع ورقه قبوله وبيسجل اسمه في كليه حاسبات ومعلومات. فبتتصدم يونا وبتكون متضايقه خالص وبتقول له هو ايه اللي حصل معايا؟ هيحصل معايا تاني في الكليه؟ لا بقى كل البنات دلوقتي هيخشوا يحترموني بس عشان انا اخت سون، وكلهم هيحاولوا يقربوا مني عشان يصاحبوا سون. وبتقول لنفسها انا كنت فاكره ان انا هخلص من الكابوس ده في الثانوي، هصحى عليه تاني دلوقتي. بيقطع كلامهم لنا وهي بتنده عليها، ومرة واحدة أول ما مارو بيشوفها بيقول خلاص هي دي البنت اللي أنا حبيتها. بيروح عشان يتكلم معاها ولكنها ما بتكونش شايفاه غير سون، وبيكون اسمها ميلا. بتتأسف لها عشان خبطت فيها. سون بيشوفهم وبيروح يطمن عليها، فالبنت بتسألها اسمك ايه؟ فبتعرفها يونا على نفسها وعلى اخوها. فالبنت بتقول لهم اتشرفت بيكم وبتروح تسلم على سون، ولكن بيسيبها وبيمشي. يونا لما بتروح المحاضرة وبتقعد الطلبة بيعرفوا إنها أخت سون، فبيسألوها عنه برضه وبتكون متضايقة. وبعدها سون بيروح المكتبة عشان يذاكر شوية، وهو قاعد بيلاقي ميلا جت عليه وقعدت جنبه بتحاول تتكلم معاه وتتقرب منه، ولكنه ما بيعبرهاش تاني. ولما بيلاقيها مش راضية تسكت فبيسيبها وبيمشي. كاريزما بقى. من ناحية تانية بنشوف ان لانا الحالة المادية معاها بقت صعبة، وفتحت بث على التيك توك وعمالة تقول لهم كبسوا كبسوا. تاني يوم بتكون هي ويونا ماشيين سوا وبيلاقوا قطة محشورة في عجلة ومش عارفة تمشي، فبيروحوا عشان يساعدوها. وكان في بنتين كده كانوا بيصوروهم وبيكونوا مفبركين الفيديو على اساس ان هما اللي حاطين القطة تحت العجلة، وبيكون رجلها مكسورة. فبتاخدها لانا ويونا للعيادة البيطرية عشان يعالجوها، وبعد ما بيعالجوها الدكتور بيقول لهم خدوها معاكم وانا هبقى اشوف لها شخص يتبناها ويجي ياخدها. فبتاخدها فعلا يونا معاها البيت، وبتكون عارفة ان سون بيخاف من القطط، فبتروح له وبتفضل تخوفه بيها وهو بيكون مرعوب منها خالص. وبالليل بتجي لهم لانا عشان تقعد معاهم، وبيدخل سون اوضته ويستريح شوية، ولكن ما بيفتح تليفونه بيكون مصدوم، وده لان الفيديو اللي اتصور وهم بينقذوا فيه القطة اتعدل عليه وبان ان هم اللي كانوا بيعذبوها، وكل الناس شافته وكانوا مصدومين من اللي عاملينه، بس محدش فيهم كان يعرف الحقيقة وعمالين يشتموا وخلاص. سون بيقول لهم احنا لازم نلاقي حل عشان محدش يتحرق عليكي او يقولك كلمة وحشة، انت لازم ما تروحيش المدرسة الفترة الجاية. ولكنها بتكون مصممة وبتقول أنا عندي حاجات مهمة ولازم أروح. بتروح فعلا، ولكن كل ما حد بيعدي من جنبها بيعمل حاجة وبيضايقها، لحد ما بتيجي ميلا وبتطمنها وبتقول لها أنا واثقة فيكم ومتأكدة إنك عمرك ما تعملي كده، ما تخافيش كلها فترة والناس هتنسى. ولكن سون بيتدخل وبيقول لها كده كده الناس هتنسى، بس عشان هي فعلا مظلومة وقريب هثبت كده. وفعلا لما بيروح البيت بيسجلوا فيديو وهي بتحكي كل اللي حصل، وبتقول لهم القط كمان عندها وهي بتعتني بيه، ولكن كل الناس ما بتكونش مصدقة حاجة وبيقولوا انها بتداري بس على اللي هي بتعمله. وتاني يوم بتيجي لسون فكرة، بيفضل يشتغل وبيعمل مشهد تمثيلي لنفس اللي حصل بالظبط وبينشره على مواقع التواصل. ساعتها الناس كلها بتفهم اللي حصل وبتعرف ان البنات اللي صوروها مش تمام، وبسبب اللي حصل ده بيطلب صاحب مطعم ان هو يتبنى القطة وياخدها للمطعم بتاعه، وبتوافق وبتروح تديها له. بتفضل هناك وكان باين ان في زباين بتيجي مخصوص عشان تشوف القطة. وبعدها بتكون ميلا هناك وبالصدفة بتقابلها يون وبتكون فرحانة انها بخير، او يعني الظاهر كده. ولما بتمشي بيروح لها سون وبيقول لها البنت دي مش تمام، ما تتكلميش معاها تاني. بتسأله عن السبب فبيقول لها حاسس اتجاهها احساس غريب. تاني يوم بيكون سون عنده تدريب، ولكن بسبب اجتهاده ولياقته الأستاذ بيخليه مشرف عليهم، وده اللي بيضايقهم جدا لأنهم ما بيكونوش معترفين بيه، وكمان بيكون من ضمنهم ابن الأستاذ
من الاتجاه التاني يونا كانت حست ان المصاريف بتاعتها كترت وفضلت تقدم على شغل في كل الشركات اللي بدوام جزئي. تاني يوم بتروح الفصل وبتكون ممتازة جدا في دراستها والدكاترة كلهم بيحبوها. وبعد ما بتخلص المحاضرة بينده عليها الدكتور وبيتكلم معاها وبيفضل يحفزها تذاكر اكتر واكتر. ولكن لنا بتيجي وهي مخضوضة كده وبتقول لها ان حصلت مشكلة لسون، فبتسيب يونا الدكتور وبتمشي حتى من غير ما بتستأذن منه. وبيكون اللي في التدريب مع سون غيرانين منه ومش راضيين يعملوا اي حاجة بيقولوا عليها، وكمان بيبدأوا ان هم يمدوا ايديهم، بس بيجي المسؤولين وبيروحوا المكان الخناقة وبيوصلوا هناك وبيبعدوهم عن بعض وبيفرضوا عليهم عقوبات على اللي تسببوا فيه. تاني يوم بتكون البطولة الجامعية لكرة السلة واللي هيلعب فريق من كل جامعة. بتروح يونا ولانا عشان يشجعوا سو، وبتحضر ميلا واخوها، وبيطلع اخوها صاحب اكبر انديه في البلد. اول ما بيشوف يونا بيقف كده سرح فيها من جمالها. ميلا بتلاحظ ولكنها ما بتتكلمش خالص. وبيجي بقى دور سون وفريقه وبيقول لهم التعليمات اللي هيلتزموا بيها عشان يفوزوا. فعلا بيعملوا زي ما قال لهم وبيجيبوا اجوان كتير ونقط كتير وبيفوزوا على الفريق اللي قصادهم. العيال بعدها بتتاسف له بسبب اللي عملوه وان هم ما كانوش عارفين قدراته فعلا. ميلا بتروح له وبتجيب ورد علشان تبارك له، ولكنه كالعادة ما بيديهاش أي اهتمام. بيشوف بعد كده يونا ولانا وبيروح يتكلم معاهم، ولكن ميلا برضه بتروح تتكلم معاه وتعزمه على العشاء، ولكنه بيرفضها. مش عارفة مالها دي، الكرامة بتاعتها فين؟ المهم بعد ما بيروحوا بتلاقي يونا ان في شركة من اللي كانت بعتلهم قبلتها ووافقوا انهم يوظفوها وطالبين يقابلوها بكرة عشان يخلصوا كل الاوراق. بتفرح يونا وتاني يوم بتروح الشركة وبيكون صاحب الشركة هو ميجو اخو ميلا، لكن يونا بتكون مش عارفة انه اخوها. فبيتكلم معاها وبيقول لها عجبني السي في بتاعك وقبلت اوظفك هنا، هتكوني السكرتيرة بتاعتي وتحضري معايا كل الاماكن اللي بحضرها، ولكن عندي شرطين تلتزمي بيهم. اول حاجة مواعيد تسليم الحاجات اللي بطلبها يكون مظبوط، تاني حاجة ان هي ما تسألش او تستفسر عن اي حاجة. بتوافق يونا وبتستلم الوظيفة وبتخرج بعد كده وبتقابل سون ولانا وبتكون في قمة السعادة وبتقول لهم ان الراتب هيكون عالي جدا. سون بيكون مستغرب وازاي تكون اتقبلت واداها الراتب ده في اول شهر ليها. بعدها بياخدها سون وبيشتري لها شوية حاجات بمناسبة ان هي اتقبلت وبيشتري لها كل حاجة نفسها فيها، ولكن بتروح تدور على الايس كريم اللي بتحبه لكن مش بتلاقيه. سون بيدور معاها هو كمان وبرضه مش بيلاقيه. بيقول لها روحي انت البيت قبلي وبيسيبها وبيمشي. ولما كانت واقفه لوحدها بتيجي ميلا بتتكلم معاها وبتقول لها النهارده عيد ميلادي، انا سالت عليكي وعرفت انك هنا عشان كده جيت اعزمك، يا ريت ما تتاخريش. بتقول لها بس انا ما اعرفش اي حد من صحابك ومش هينفع اجي لوحدي. فبتقول لها ما تقلقيش انت عارفاني وانا صاحبه الحفله وده كفايه. لكن بتقطعها لنا وبتقول لها طالما هي هتروح لوحدها فانا هروح معاها. فبتقول لهم ماشي ما يضرش عادي، زياده الخير خيرين. بالليل بيروحوا البيت وبيجهزوا نفسهم وبيروحوا الحفله وبيكونوا اصحابهم كلهم هناك وبيكونوا فرحانين اخر حاجه. بتروح يونا بقى وبتبارك لها وبتديها الهديه، ولكنها بتقول لها تعالي معايا انا عايزه اوريكي حاجه. بتاخدها لجوه وبتدخلها اوضتها وبتقول لها خدي اسمعي التسجيل ده وهتفهمي اللي انا عايزاه. بيكون التسجيل ده لعيله سون وهم بيتكلموا عن ابوها وامها الحقيقيين وان هم ما تبنوهاش زي ما قالوا لها، وكمان بيقولوا انهم هم اللي قتلوا ابوها وامها الحقيقيين. ساعتها يونا ما بتكونش مصدقه ان دي حقيقه، بتفضل تعيط وبتاخدها ميلا لبره وبتخرج. لانا كانت قالت لسون على اللي حصل عشان كده رجع بسرعه عشان ياخدها. بيوصل وبيشوف يونا وهي في الحاله دي ومتضايقه. بعدها بيروحوا البيت وبتساله يونا على اللي يعرفه وبتقول الكلام ده صح ولا غلط. سون بيحاول يهديها ولكنها بتكون رافضه ان هو يلمسها. بيقول لها اقعدي وانا هقول لك كل حاجه. بتقول له ما عادش بيتي، ازاي اعتبره بيتي بعد اللي انا عرفته؟ انتوا اللي قتلت ابويا وامي الحقيقيين، انتوا اللي قلتوا ان انتوا تبنتوني وانتوا كنتم بتعاملوني كويس بس عشان تكفروا عن الذنب اللي انتوا عملتوه ولا ايه؟ بتسيبه بعدها وبتمشي تقعد في الشارع تفتكر كل الذكريات الحلوه اللي قضتها مع العيله دي. بتقول طلعت بس صعبان عليهم وبتفضل تشرب تشرب تشرب. بعدها مجموعه من الشباب بيكونوا معديين وبيشوفوها وهي قاعده في الشارع لوحدها، بيروحوا عشان يعتدوا عليها وياخدوها معاهم. واحد فيهم بيوقفها وبيكون ماشي، لكن في اخر لحظه سون بيوصل وبينده عليهم وبيروح لهم وبيضربهم وبيبعدهم عنها. لكن يونا كانت هتقع على الارض فبيلحقها سون قبل ما تقع، وساعتها بيروحوا يفضلوا يضربوا فيه اكتر. ولحسن الحظ واحد بيشوف اللي بيحصل وبينده عليهم وبيقول لهم ان هو بيكلم الشرطه. ساعتها بيخافوا وبيهربوا. بياخدها سون على البيت. بعدها تاني يوم بتصحى يونا وبتشوف سون نايم جنبها وما اتحركش من امبارح. بتسيبه وبتروح لمكان لوحدها وبتفضل تعيط. الحقيقة طبعا صعب عليها خالص. بتتصل بلوك عشان تلاقي حد تتكلم معاه ويفك عنها شوية. أول لما بيرد عليها ما بتقدرش تمسك نفسها وبتفضل تعيط وبتقول له أنا تايهة ومش عارفة أعمل أي حاجة.
لوك بيهديها وبيقول لها ايه اللي حصل بس. بتقول له ان هي مش عندها قدرة ان هي تحكي وان هو يسمع كلامها وبس. الدكتور بيخش على لوك وبيقفل معاها، فبيتكلم الدكتور مع لوك وبيقول له احنا اسفين اننا ادينا لك امل من الاول، انت حالتك متأخرة قوي، انت لازم تعمل زراعة قلب او تقضي ايامك الاخيرة. وشكلها كده دي نهاية لوك، ده اللي هنعرفه في الأحداث اللي جاية إن شاء الله. لو عجبك المسلسل ما تنساش اللايك والاشتراك، وكده انتهى الجزء الأول، انتظر الجزء التاني.